مدمر يحرق الشباك أينما حل وارتحل. صاروخ يخترق دفاعات الخصوم ويصيب الحالمين في مقتل. من قال أنه انتهى وزمنه قد راح وزال. من اعتقد أن ما يقدمه في هذا العمر أمر محال. الجواب واحد لكل سائل ومتسائل: أنا كريستيانو رونالدو. شغف يدرس وطموح تقتدي به الأجيال في كل مجال. ما يقدمه هذا الرجل مع أي فريق يمثله وتحت قيادة أي مدرب يجعل العقول في حيرة كلما أجمعت أنه انتهى وخلص الكلام. في نهائي سعودي عربي خالص بين الهلال والنصر بكأس الملك سلمان للأندية، استعاد الدون شيئا من أيامه الخوالي مع ريال مدريد، واستنهض شيئا من ماضي الزمن الجميل ليقود النصر لاعتلاء منصة التتويج، محققا بذلك باكورة ألقابه مع العالمية. إلى حدود الدقيقة 73 من عمر اللقاء كان النصر متأخرا في النتيجة بهدف دون رد، بل كان يكابد ب10 لاعبين فقط قبل أن تظهر شخصية CR7 الخارقة للعادة لتعيد الأمور إلى نصابها بهدف التعادل، ثم هدف قاتل في الشوط الإضافي الأول قبل أن يغادر المباراة مصابا. ثنائية البرتغالي كانت كافية وشافية للتتويج بلقب البطولة العربية التي عرفت مشاركة أندية كبرى بنجومها العالميين. الأرقام الفردية بدورها لم تكن غائبة في بطولة كان فيها الدون النجم الأول على الإطلاق، حيث نصع نفسه هدافا للمسابقة برصيد 6 أهداف كان معظمها ذا أهمية كبرى في الأدوار الإقصائية من البطولة، متفوقا بذلك على زميله السابق في النادي الملكي الذي حل ثانيا. الحديث هنا عن كريم بنزيما مهاجم الاتحاد ب3 أهداف، وبالتساوي مع إيفرا بانيغا مهاجم الشباب. النصر بطلا للبطولة العربية عن جدارة واستحقاق، ورونالدو يحكم بأحكامه من جديد، رجل المهمات الصعبة والسوبر ستار الذي عود أنصاره على الدوام بدور البطولة في كل زمان ومكان. تحركه بالكرة أو بدونها وحماسه المنقطع النظير الذي يجعله يجوب الملعب طولا وعرضا وكأنه في سن 20. عوامل وأخرى تؤكد نضج العقلية الاحترافية للاعب كرة القدم الذي لا تزيده الألقاب الفردية والجماعية إلا جوعا للمزيد، ولا تزيده غزارة الأهداف إلا حبا في معانقة الشباك مع كل ظهور. حاسم أمام المرمى وجلاد يعرف جيدا طريق الشباك، سريع التأقلم مع أي نظام تكتيكي، وفريد عندما يتعلق الأمر بدور القيادة. رونالدو غادر مصابا بعد مباراة للتاريخ أهدى فيها فريقه وملأه وجمهوره لقبا غاليا. كريستيانو غير القاعدة التي يرتبط فيها السن بالأداء في عالم الساحرة المستديرة، وأكد على العشب أن الطموح والشغف يجعلان كل أجزاء القصة تحمل عنوانا واحدا: كريستيانو رونالدو. حكيم الزيري عن قناتكم كورة وبس. أينما حل وارتحل أحدث ثورة كبيرة، طاردته الأرقام والإنجازات القياسية حتى أصبح اسمه مقترنا بأي تحديث في عالم كرة القدم. يعيش الميركاتو الصيفي الحالي على وقع هجرة استثنائية نحو السعودية. على خطى كريستيانو رونالدو يشد العديد من نجوم كرة القدم العالمية رحالهم نحو الدوري السعودي. طالته الانتقادات في البداية فصار الكثيرون على دربه هذا الصيف. الأمر لم يعد يتعلق بنجوم في نهاية مسيرتهم فقط، وليس الأمر حكرا على لاعبين مقبلين على الاعتزال، بل شملت الثورة السعودية نجوما لا يزال في جعبتهم الكثير وكانوا على رادارات عمالقة القارة العجوز في وقت قريب. المساعي السعودية بجعل رونالدو مفتاحا لمخطط طويل الأمد لم يكن بمجرد الصدفة، بل دراسة لجعله على رأس الأسماء اللامعة في سماء كرة القدم التي تحاول السعودية بكل طاقتها جذبها للانضمام إلى فرقها المختلفة بدعم حكومي واضح.
على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. استقطبت السعودية نجوما كثر أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي، روبن نيفيز وكوليبالي وغيرهم الكثير، كما أن الرباعي الاتحاد الأهلي النصر والهلال لا يزالون عازمون على التعاقد مع نجوم سوبر هذا الصيف. السعودية ترى في الرياضة عامة وكرة القدم خاصة جزءا حيويا من الاستراتيجية الشاملة لتقوية مكانتها العالمية على المستوى الاقتصادي. هي خطوة تعكس تفكيرا عميقا في استثمار هذه الأسماء للرفع من قيمة وجودة واحد من أقوى وأبرز الدوريات في المنطقة العربية، كما أنه ليس دوريا ثنائي القطب كما هو الحال في بعض البلدان، بل هناك 6 أندية على الأقل تنافس بقوة على اللقب، ما يجعله حافلا بالمفاجآت. مباريات كرة القدم في الدوري السعودي ستصبح عامرة بنجوم اللعبة، ما سيضاعف من عدد المتابعين في مختلف أنحاء العالم، ناهيك عن السعي بجهد للرفع من المستوى الفني للاعبين بإقحام يافعي السعودية إلى جانب ثلة من أساطير كرة القدم، الأمر الذي سيرفع لا محالة من قدرات اللاعبين المحليين ويجعلهم أكثر رصانة وخبرة لاستثمارهم بدورهم في المنتخب الذي يعتبر تطويره من أهداف الدولة السعودية أيضا. الاحتكاك بلاعبين من طينة رونالدو وبنزيما والبقية والاقتداء بهم في التدريبات والنظام الغذائي وقس على ذلك سيرفع على المدى المتوسط من جودة البطولة على كافة المستويات. كريستيانو رونالدو في آخر تصريح له أكد أن الدوري السعودي أفضل بكثير من الدوري الأمريكي الذي انتقل إليه غريمه الأزلي ليونيل ميسي، وأن دوري روشن سيصبح في القريب العاجل من أقوى وأفضل الدوريات العالمية بل ومن أكثرها تنافسية. أسطول من المرتحلين إلى السعودية يقوده كريستيانو رونالدو ليصنع طفرة سيكون لها شأن كبير في السنوات القادمة. حكيم الزاهر عن قناتكم كورة وبس. امبابي امبابي는 تيك تاك. بين بداية ونهاية 1000 حكاية وحكاية. تضطرب الأجواء وتعم الظلمة حديقة الأمراء. أنوار باريس العاصمة بدأت تفقد بريقها المعتاد تحت وطأة ما تعيشه من حرب باردة بين فتاها المدلل وإدارة. متابعي قناة كورة وبس الأوفياء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لتقديم الأفضل والأروع في قادم المواعيد.